السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هشرح لكم في الفيديو ده تطبيق لتسجل عليه القرآن الكريم. يعني لو أنت ضعيف الإمكانيات زي حالاتي هتسجل عليه وهيكون صوت معاك يعني إلى حد ما كويس. طبعا التطبيق، قبل ما نشرح التطبيق اعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة، وعلى فكرة اللايك ده هيفرق معانا جدا. التطبيق اهو يا جماعة اللي انا بحركه ده اسمه فلوك. هتروح على جوجل بلاي او بلاي ستور، تحمل التطبيق وترجع لنا على طول، وتثبت التطبيق وتحمله وترجع لنا على طول. التطبيق يا جماعه فيه تحديثات كتير، فممكن تلاقي الاعدادات اللي عندي مختلفه عن اللي عندك، بس ان شاء الله في الفيديو ده هحاول اشرح لك بقدر ما كل الاعدادات. طبعا هنفتح تطبيق مع بعض. التطبيق هيفتح معانا بالشكل ده. هتدوس هيقول لك هل تريد السماح، دوس سماح، تسجيل الصوت سماح. طبعا بعد ما تدوس سماح هيجي لك الواجهه دي. طبعا هتدوس على كلمه كلوز اللي تحت دي، وفي علامه زائد تحت كده. علامه الزائد اللي هي في النص تحت دي هتدوس عليها. ثواني، هتدوس على علامة الزائد اللي تحت دي. بعد ما دوسنا على علامة الزائد هيفتح معاك بالشكل ده. طبعا بيقولك مراقبة الصوت، يعني ممكن تراقب صوتك وانت حاطط هاند فري في ودانك، تسمع صوتك وانت بتسجل لايف، لكن لازم انت تكون حاطط سماعة هاند فري. طبعا احنا مش هينفع لان انا بسجل دلوقتي الصوت خارجي. طبعا هندوس كلمة التالي اللي تحت، وبعد كده الايقاع هندوس التالي، والتأثيرات التالي. كلهم يا جماعة هيكونوا التالي، كلهم هيكونوا التالي. بعد كده يا جماعة نخش على الإعدادات على طول. في الفوق كده صوت وفيديو في النص فوق. ممكن تسجل فيديو على التطبيق عادي، مفيش مشكلة. طبعا احنا هنسجل صوت دلوقتي، مش هينفع نسجل فيديو. هنخش على الإعدادات. الإعدادات هتكون اللي هي على اليمين، اللي هم الأربع تأثيرات اللي هم على اليمين دول. طبعا هنختار منهم أول واحدة اللي هي المفتاح اللي هي فوق. هنختار فيها كلمة السي اللي تحت دي، هنجيبها قبل الأخيرة اي بي. اختار اي بي ونعليها على الآخر. لو مش موجود عندك التعليقات عشان التحديثات وكده ما تعليش حاجة. هنخش على تاني حاجة التأثيرات ونخليها الحدة من الضوضاء. تمام، دي هتكون في كل التحديثات موجودة. وبعد كده نخش على المزج هنعليهم كلهم. طبعا لو مش موجود عندك الكلام ده هتعلي اي حاجة موجودة عندك حتى في التحديثات الجديدة، عشان انا عارف ان ممكن التحديثات يتغير فيها اي حاجة وكده. تمام. بعد كده هنخش على التردد اللي هي اخر واحدة تحت دي. هندوس على تردد اللي هي اخر واحدة، وبعد كده هيجيلك اداة الضغط اللي هي اول واحدة تحت دي. هما 3 حاجات تحت. هتختار مغلف لطيف في اداة الضغط او ضغط موازي. مغلف لطيف او ضغط موازي، اي واحدة، الاتنين زي بعض مش هتفرق. هنختار ضغط موازي. وبعد كده المعادل هتختار فيها ايقاف الصفير او تعزيز منخفض ومرتفع. الاتنين زي بعض برضو مش هتفرق. اي واحدة موجودة عندك، الاتنين بيدوك نفس جودة الصوت فمش هتفرق. وبعد كده هنخش على تردد، هنختار كاتدرائية اخر واحدة تحت. وبعد كده هنبدأ نسجل الصوت كده. هو التطبيق جاهز انك تسجل عليه. هندوس على علامة العلامة الحمراء اللي في النص تحت دي وتسجل الصوت. كده انا بسجل دلوقتي آية قرآنية. هنخلص الآية القرآنية وطبعا نرجع نسمعها في آخر الفيديو. طبعا يا جماعة انا قربت اخلص نهاية التسجيل. بعد ما تخلص هتدوس على العلامة الحمراء اللي تحت دي توقف التسجيل. وقفنا التسجيل كده. طبعا هو كده الصوت هيبدأ يشتغل معاك عادي، بس انا طبعا فصلته. طبعا ايه، هتبدأ ممكن تغير في الاعدادات بتاع الصوت بتاعتك. يعني ايه، انت دلوقتي مثلا شغلت الصوت بتاعك، ومثلا عايز تعدل فيه مثلا التردد، عايز توطي شويه، عايز تعمل فيه اي حاجه، هتلاقي الاعدادات بتاعته تحت برضو موجوده اهي. ممكن تغير فيها اللي انت عايزه قبل ما تحفظ الفيديو. الصوت بتاعك قبل ما تحفظه ممكن تغير فيه اللي انت عايزه. طبعا احنا هنحفظه على كده. تدوس على كلمه التالي الحمراء اللي تحت على اليمين دي. هيبدأ يقول لك يرجى الانتظار وكده، ينقلك لايه، للمرحله اللي بعد كده. وبعد كده هيشتغل معاك الصوت ونسمع الصوت بتاعنا مع بعض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه
بقدر معلوم. ودي كانت نتيجة الصوت. هندوس على حفظ اللي تحت وبعد كده السماع، وبعد كده الصوت بتاعنا اتحفظ في الجهاز. ودلوقتي هنطلع من التطبيق ونروح على مدير الملفات عشان نشوف الصوت بتاعنا. هتخش على مدير الملفات وبعد كده على الملفات الصوتية، هيكون هو أول صوت. أو لو انت مش هتلاقيه، مش عايزه من على الملفات الصوتية، هتلاقيه على ماي ميوزك في الهاتف.